امبابي الى ريال مدريد، فلورنتينو بيريز ينهي الامر. هل فينيسيوس هو الضحيه؟ اوف، ضحيه ليه؟ هيا بنا لكي نعلم اكثر. امبابي الى الريال، مش اول مره تسمعوها ولا حتكون اخر مره، لكنها اقرب مره. اهلا والله، اهلا وسهلا بكم حلقه جديده على قناه مو عبد الكريم، قناه كوره بس واحد. طبعا حلقه اليوم حتكون عن كيليان امبابي، يعني حلقه قديمه جديده متجدده دائما. هذه الصفقه التي لن تنتهي، الصفقه اللي فيها علامات استفهام كبيره، الصفقه اللي السل فيها يعني تفاصيل معينه. واظن انا المشكله خايف اقول كنت اظن وكنت اظن وخاب ظني، لكن انا اظن اني ذكرت من قبل ان الصفقه اتس كلوز، اتس اوفر، انتهت، جيم اوفر يا جماعه. الصفقه خلاص انتهت لريال مدريد. ادله كثير بتثبت لي هذا الامر، وده ذكرته من فتره طويله جدا وانتم فاكرين ده كويس. وان شاء الله ما طلعش في فيديو اقول كنت اظن وخاب ظني وما بقى في العمر شيء. يا كيليان امبابي ما بقى في العمر شيء يا ولد، 25 سنه ارحمنا. خلينا نتنقل لكم الاخبار التفصيليه اللي حصلت الان عن الصفقه. كيليان امبابي قرر فعليا مغادره باريس سان جيرمان. يا الحمد لله على السلامه. لسه مقرر فعليا مغادره باريس سان جيرمان. ايوه، قرر فعليا مغادره باريس سان جيرمان، ويطالب ب 70 مليون يورو كراتب. بيريز مستعد لتقديم 35 مليون يورو سنويا. اتخيل انه السيد فلورنتينو بيريز هيدفع له مش 70 مليون، 35 مليون، وانا اراهنكم لو هيدفع له 35 مليون اصلا. يعني انه فجاه يطلع انا عايز 70 مليون، ولا ده عند ده عند ام احمد، مش عندنا الكلام ده. في ريال مدريد مفيش ايوه انت ممكن تاخد لا راتب اعلى من الاخرين، يمكن ضعف الاخرين، لكن مش فارق مهول بينك وبين الاخرين. ده حصل مع بيل، حصل مع هازارد، حصل مع كريستيانو وغيرهم من النجوم. فده بيحصل في ريال مدريد. الواحد يقول لك لا ده هيدي راتب، لا يا حبيبي، هيدي راتب اعلى من غيره، ده طبيعي ومنطقي وواقعي. انا مش هدي لاعب براتب خيالي لا يصدق. في طبعا اخبار متلاحقه وكثيره جدا. صحيفه الاي اس بي ان او الاي اس بي ان قالت ان لا يستطيع ريال مدريد دفع 650 الف يورو اسبوعيا لمبابي، مما يجعل النادي يفكر في بيع فينيسيوس لتمويل الصفقه. ريال مدريد بيفكر يبيع فينيسيوس، ريال مدريد بيفكر يتخلى عن فينيسيوس، ريال مدريد يرى انه لكي اتي بمبابي يجب ان اتخلى عن فينيسيوس. شوفوا، ده موضوع نتحدث عنه بشكل تفصيلي دقيق جدا، حنتكلم عنه مره اخرى. لكن هذه الاخبار الحاليه، الاس بي ان تقول انه لن يستطيع ريال مدريد ان يدفع هذا المبلغ الكبير لكيليان امبابي اسبوعيا كراتب، لكن يقدر ان ريال مدريد يدفع هذا الامر في حاله تخلي عن فينيسيوس. وهذه الاخبار الموجوده في الاعلام صراحه فيها علامات استفهام كبيره، حنتحدث عنها بشكل تفصيلي. سبورت بتقول فلورنتينو بيريز يعتقد ان كيليان امبابي هو افضل لاعب في العالم في مركزه. اوه، لما ينقال اني لازم لها وقفه. انا حاولت ان اقعد لها مش قادر، بس الموضوع كبير. لما فلورنتينو بيريز يقول ان كيليان امبابي افضل لاعب في العالم في مركزه، معناه ان فينيسيوس مش افضل لاعب في العالم، معناها ان رودريجو مش افضل لاعب في العالم، معناها بس ان كيليان امبابي هو افضل لاعب في العالم. طب لماذا الان، ما سر التوقيت؟ لماذا الحديث في هذا الامر بهذا الشكل؟ فلورنتينو بيريز يعتقد ان كيليان امبابي هو افضل لاعب في العالم في مركزه. رئيس ريال مدريد غير مقتنع بنسبة 100% بفينيسيوس وسلوكه. بيريز طفح الكيل، قال ولا اتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت، انا اندبحت منك. خليني اقعد بقى عشان الموضوع دوت يعني عايز تركيز. انا اندبحت منك يا حبيبي، خلاص لقد هرمنا يا كيليان امبابي، يا فينيسيوس. انت سلوكك يعني عليه علامات استفهام، هذا غير مقبول في الميرينجي. يمكن ذكرت من قبل انه ريال مدريد قد لا يصبر على سلوك فينيسيوس، وفكره تصدير المشاهد طول الوقت ان فينيسيوس نيلسون مانديلا وبيدافع عن هذا الامر وبيهاجم الاخرين بشكل او باخر، ده شيء طبيعي ومنطقي وواقعي. لكن انه يستنزف ريال مدريد باعلامه بمدربه بزملائه بجمهوري في هذا الامر من اجل لاعب واحد فقط ويخسر الريال الكثير من البطولات، طب انا الموضوع سهل، اطلع وروح عيش تجربه اخرى وخلاص، حل عن سمايه. باختصار شديد، مش مجبر انك تكمل في ريال مدريد، خاصه ان احنا على
مشارف التعاقد مع كيليان امبابي، وعشان يتعاقد معاه لازم يتخلى عن لاعب هيجيب لنا فلوس كثيره اللي هو فينيسيوس، ويرى بان التخلي عنه سيساعد في تمويل صفقه امبابي. شوفوا، الكلام ده ممكن يكون واقعي ومنطقي وحقيقي، ممكن ان يحدث. ولو لم يحدث، انا رايي ده رساله مهمه جدا من اداره ريال مدريد، انه فينيسيوس انتهى الموضوع. لو مش هتعدل سلوكك، مش هتهتم بالكره اكثر من البروباغندا، مش هتشوف مصلحه الفريق، مش هتشوف مصلحه الفريق اكبر من مصلحتك، وشايف ان انت الاهم عن ريال مدريد نفسه، ستغادر ريال مدريد. فدي حتى تعتبر رساله انا شايف ان هي ايجابيه، رساله استثنائيه، رساله مهمه لفينيسيوس، عشان خاطر انه ولا احترم نفسك لربيك. لو هتتفلسف كتير همشيك، لو مش هيكون عندك التزام حقيقي بشكل احترافي بريال مدريد انا هتخلى عنك. والبديل موجود، والبديل افضل منك، والبديل اكثر نجوميه. هو قال افضل لاعب في العالم حاليا انا شايفه اللي هو كيليان امبابي، فده واضح. الاس بي ان بتقول لاعبي ريال مدريد متفائلون بشان امكانيه التعاقد مع امبابي هذا الصيف. نتذكر قبل كده لما شفنا كريم بنزيما، شفنا حتى كارفاخال لما قال انا كنت متاكد انه جاي، تشاوميني. فلاعيبه ريال مدريد شايفين ان كيليان امبابي اصبح اقرب من اي وقت اخر مضى للقدوم الى ريال مدريد، وده شيء هيكون ايجابي واستثنائي وتاريخي وكبير ومهم ورائع وخطير وكل هذه الاشياء. فلذلك اقترب اكثر كيليان امبابي من ريال مدريد. وخليني اخذ لكم احد ابواق بشكل او باخر اداره الريال، رامون الفاريز، يقول لم يعد الامر يعتمد على ريال مدريد، كل شيء يعتمد على امبابي. ليه؟ إيه اللي حصل؟ ريال مدريد قدم العرض، الراتب والمكافآت، قرار امبابي هو الذي يؤخر كل شيء. ريال مدريد قدم كل حاجه، وحصل محادثه بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وكيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان حول تفاصيل كثيره جدا. هتقول لي ازاي بيتكلم معاه؟ ما هو لسه بيلعب في باريس. ما احنا قلنا يا باشا اول 1/1 2024 اللاعب بقى حر، فعادي جدا يتكلم مع اي نادي ويتفاوض مع اي نادي، وهذا هو ما فعله ريال مدريد حاليا. فيورنتينو كان راضيا، تم اجراء الاتصالات، تم الاتفاق على العمل لمعرفه كل شيء في اسرع وقت ممكن. لا يوجد شيء جديد وصلني، ولكن بالتاكيد تم اجراء الاتصالات. حتى الإيسبن بتقول فيورنتينو بيريز شخصيا يقود المفاوضات بنفسه هذه المره مع امبابي، ولم يتوقف ابدا عن الاتصال بكيليان امبابي. ويمكن ذكرت لكم من قبل انه كيليان امبابي كصفقه خلصانه. الكلام انه فلورنتينو بيريز لن يرضى ولن يسمح ابدا ان هذه الصفقه تذهب، لن يفوت هذه الفرصه التاريخيه من اجل التعاقد مع صفقه دعائيه اعلاميه استثنائيه رياضيه كبيره. هذا امر لن يتركه السيد فلورنتينو بيريز، لذلك يقترب اكثر من اي وقت مضى كيليان امبابي الى ريال مدريد. في النهايه منتظر ارائكم، كان معكم محمد عبد الكريم، انتظرونا في الحلقات القادمه. اتمنى تضغطوا لايك للحلقه او شير ليها، بنحاول قدر المستطاع نتصور لكم اول دور اماكن مختلفه جميله. اتمنى تنال رضاكم واعجابكم. وهذا هي اخر الابديت حول صفقه كيليان امبابي. موضوع فينيسيوس وموضوع امبابي ممكن نتحدث عنه بشكل تفصيلي اكثر، خاصه ان في عرض شبه سرب من مانشستر يونايتد. مدى مصداقيته، مدى تفاصيله، مدى حقيقته، هنتحدث عنه بشكل تفصيلي. اتمنى لايك للحلقه، خلينا نوصل 7000 لايك اللي هو رقم كيليان امبابي. اوف، يعني فينيسيوس هيمشي وهياخد رقم 7. خلينا نشوف، هنتكلم عن الموضوع بشكل تفصيلي فيما هو قادم. لكن اظن دي قرصه ود من فلورنتينو بيريز لكيليان لفينيسيوس، وممكن يكون فعلا الامر في كلام وانه يرحل. واضح هتحدث عنه بشكل تفصيلي، لان في مشاهد كثيره مع فلورنتينو بيريز كان لما يجي سوبر ستار كان يتخلى عن لاعب اخر. خلينا نشوف. السلام عليكم، لايك.